المسيح مرة دخل مستشفى كبيرة قوي كان لها 5 أجنحة، جناح للعميان وجناح للمكسحين، لها بركة بيت حسدة كان يقول لك لها 5 أروقة كلها مرضى، وكان عندهم توقع دايما إن في ملاك ينزل وأول ما المية تتحرك أول واحد ينزل يتشفي. فالمسيح دخل على عميد المرضى بقاله 38 سنة مريض، فقد الأمل، أهله ماتوا واصحابه ماتوا 38 سنة. فالمسيح داخل بيسأله سؤال غريب قوي، بيقول له أتريد أن تبرأ؟ يعني امال هو قاعد مثلا بيطلب نسكافيه، لكن هو عاوز يعمل ايه؟ الراجل إرادته ماتت، هو عاوز يقول ايه؟ انه انا في القعدة الركنة بتاعتي في الامور الغلط او في الضيق او ما عنديش القدرة ان انا اقوم، فانا محتاج ايه؟ محتاج ارفع عيني بس اقول له رب نجيني، بس انا عاوز ولا لا؟ هي الفكرة اتريد ولا انا حبيت ده؟ ما هي الخطر كله ان انا ساعات اقول ايه؟ يا رب نجيني وانا بعمل، لا، انا ابقى جوايا بقع في الخطية بس جوايا رغبة على الأقل إن أنا رب مش عاوز بس مش قادر. فلما بقول له أنا عاجز لن أستطيع، هنا المسيح يتدخل.